الله راد يخلصنا من هواي إرهاصات، فتح لنا باب. لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء. اليوم شيابنا جماعة عمر وجماعة علي ما عندهم، يقول لك زنا أقطع حد قطع. بربري أنت شو أسوي لك؟ أنت واقف أمام حالك حال عمر، والله حالهم حال عمر. عمر يريد يشرع على مزاجه، هم يشرعون. يوم القيامة أعتقد يوقفون وراء عمر سنة، هو إمامهم مو علي بن أبي طالب. ولا الشريعة مالت الله تعالى. الله تعالى وضع قانون راد يجنبني به الزنا، فتح لك وانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، زواج الجواري وما استمتعتم به منهم. ولا تصور لو عندنا هذا الزواج بانسيابيه وعندنا شويه حضاره، بس كل ننزع ثوب البداوه اللي عندنا. والله تخطر احد العلماء يمكن رسل، هذا فيلسوف، يقول حتى نقضي على الفساد في اوروبا لازم ان نوجد زواج جديد بين الطالب والطالب بالجامعه، ما يحتاج كل هاي المقدمات مهار وبيت زوجيه. أحد علمائنا من بيت الحكيم يقول ما أشبه هاي الدعوة بدعوة القرآن قبل 1400 سنة وما استمتعتم به منه. بس المشكلة احنا عايشين قيم البداوة اليوم. هو يقبل النفس يتمتع بس ما يقبل الاخته، سبحان الله، نفاق هذا يا أخي. فلا تعتقد المشكلة بالقاعدة بينا احنا اليوم المشكلة بينا احنا. أمر ترتضي لنفسك، ليش ما ترتضي للآخر؟ حب لأخيك ما تحب.